مبروك يا اهلاويه، اقسم بالله رجاله، والله لعيبه رجاله، والجمهور اللي في الملعب رجاله، وعماد النحاس والجهاز الفني بتاعه رجاله، وبرافو عليكم. والكوره ما بتديش غير المجتهد. سيبكم من العيال الزملكاويه الفشله اللي على الصفحات بيقول لك الاهلي جاب الجون في الدقيقه 96. دي رجوله يالا، رجوله يالا مش بتعرفهاش انت، دي رجوله يالا انت ما تعرفهاش. وان شاء الله مليار في الميه مبروك الدوري يا اهلاوي، عشان الدوري عايز رجاله وعايز ابطال. برافو عليكم والله رجاله. اسمعوا الفيديو اللي انا عملته قبل الماتش بساعتين، ارجعوا اسمعوه فيديو الساعه 6. شوف انا بقول ايه، بقول الدوري النهارده عايز لعيبه رجاله، وانتوا كنتوا رجاله. برافو عليكم، وان شاء الله هنبارك لكم مليار في الميه باذن الله. الماتش ده الجاي هنبارك لكم على الدوري. والله لو اتعادلتوا ما كنت هزعل، عشان النهارده كان في رجوله في الملعب، كان في اخطاء فنيه، كان في دفاع زي الزفت، كان في، بس والله تستاهلوا الفوز. واقسم بالله وحياه ربنا قسما بالله ان لحد الدقيقه 95 وانا والله عندي ثقه ويقين في ربنا ان الاهلي هيجيب جون. والله العظيم كنت حاسس ان الاهلي هيجيب جون. الحمد لله اهلاويه، والله العظيم برافو عليكم، لعيبه رجاله واداء رجاله وجهاز فني على اعلى مستوى. اقسم بالله عماد نحاس، والله على اعلى مستوى عماد نحاس، وتستاهل تروح راجل اول في ادخن فرقه في الدوري. والله لعيبه رجاله، وان شاء الله هنبارك لكم على الدوري. والله ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي هنبارك لكم على الدوري. والله لو اتعادلتوا النهارده كنت هسقف لكم واقول لكم برافو عليكم، عشان انتوا لعبتوا النهارده برجوله، ومن اول حارس المرمى لحد المهاجمين كنتوا رجاله. وعماد النحاس برافو عليكم. وهنتكلم في الماتش النهارده. سيبك من العيال الفشله الزملكاويه اللي على الصفحات بتاعتهم بيقول لك اصل الاهلي جايب الجون في الدقيقه 96 والحكم كان مدي 5 دقائق. يلا انا الاهلي بلس 90 يلا، انا الاهلي بلس 90 يلا. ما انت الحاجات دي ما تعرفهاش يلا، ما تعرفش حاجه عن الرجوله يلا. لعيبتك ما يعرفوش يعملوا كده، ناديك ما عندوش الكلام ده، ما يعرفش يعمل كده يلا. برافو لعيبه الاهلي، والله برافو لعيبه الاهلي. انتوا النهارده كنتوا رجاله. والله لو اتعادلتوا فكنت هزعل، وكنت هتكسبوا برضه الماتش اللي جاي، وكنت هتاخدوا الدوري فرق اهداف من بيراميدز لو كان كسب الماتش اللي جاي. برافو عليكم والله برافو عليكم. وارجعوا للفيديو اللي فات وكنت بقول فيه ايه، بقول خدوا بالكم من الحكم ومن ظلم الحكم، وخدوا بالكم من حكام ماتش بيراميدز اللي لغى هدف بتروجيت، وخدوا بالكم من ضربه الجزاء الاولى بتاع حسين الشحات. الثانيه انا مش شايفها ضربه جزاء، لكن الاولى ضربه جزاء. شوفوا الحكم اللي عداها وما رضوش يرجع للفار. وبرافو عليكم يا لعيبه الاهلي، برافو برافو برافو، شافوه، عشان والله العظيم انتوا كنتوا رجاله النهارده. برافو. ونبدا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. نبدا حلقه النهارده ان شاء الله. حلقه النهارده هتكون الحلقه اللي بفكركم فيها ان الماتش اللي جاي والحلقه الجايه هنقول مبروك يا اهلي التتويج، حلقه يوم 18 ان شاء الله بتاعه الاهلي وفاركو، عشان خاطر الدوري والبطوله عايزين رجاله وعايزين ابطال، واللعيبه اللي كانت في الملعب النهارده رجاله وابطال. برافو عليكم. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا كان ماتش الاهلي والبنك الاهلي، الماتش مباراه قبل النهائيه بالنسبه لدوري السنه دي. والله العظيم اسمعوا الحلقه اللي انا كنت بتكلم فيها قبل الماتش، كنت بقول فيها ايه. انا اتكلمت ان النهارده الفوز كله معتمد على لعيبه الاهلي. وجهت 3 رسائل، ارجعوا للفيديو اسمعوه وشوفوا ال3 رسائل اللي انا وجهتهم النهارده. اول رساله وجهتها للعيبه، قلت لهم انتوا النهارده لازم تكونوا رجاله، لازم تضغطوا. شوفوا الهاي بريس اول 25 دقيقه في الماتش وميديوم بريس. ولولا انا عارف ان لعيبه الاهلي، انا كنت منتقد ان لعيبه الاهلي عملت لو بريس في نهايه الشوط الاول وكان في خطوره على النادي الاهلي، لكن انا عارف ان الحاله البدنيه لعيبه الاهلي قليله جدا الفتره ديت، لكن الرجاله فضلوا يجروا وعملوا اقصى مجهود عندهم لحد اخر الماتش. امام عاشور راجل، وسام ابو علي راجل، حسين الشحات اللي قاعد على الدكه دي له 2-3 ومستواه زي الزفت النهارده كان راجل. قفشه برافو عليك يا قفشه، والله العظيم لعيب راجل، برافو عليكم. محمد هاني راجل. كوكا اللي مش عاجبني كان راجل. الشناوي اللي مش عاجبني كان راجل. وحتى مصطفى العش اسوأ لعيب في الدوري النهارده واسوأ لعيب في الاهلي النهارده كان راجل. كل اللعيبه اللي لعبت النهارده كانت رجاله، عشان خاطر كده الاهلي كسب. هو الكره بتجامل مين؟ الكره بتجامل المجتهد، الكره بتدي للمجتهد، البطوله بتروح للرجاله، البطوله بتروح للابطال، هي البطوله بتنادي النادي الاهلي. الدقيقه 96 ضغطينهم، الاستحواذ فوق ال60، تسديدات على المرمى فوق حوالي 18 تسديده للاهلي مقابل 3 أو 4 للبنك الاهلي اللي مسك بيراميدز فشخ الماتش اللي فات. والله العظيم برافو عليكم رجاله لعيبه الاهلي، برافو عليكم.
والبطوله بتاعتكم باذن الله. والله لعيبه رجاله. يمكن اتكلمت في 3 رسائل قبل الماتش. اتكلمت في رساله للاعيبه الاهلي، قلت لهم لازم النهارده تلعبوا برجوله، لازم النهارده نركز في الكوره، لازم النهارده نركز في الكوره الثانيه، لازم نركز في كل كوره، ولازم تلعبوا برجوله. الرساله الثانيه اللي قلتها لعماد النحاس واتنفذت، برافو عليك يا عماد النحاس، نازل مذاكر. سيراميكا طارق مصطفى مدرب عالمي، مدرب تكتيكي على اعلى مستوى، لكن عماد النحاس ما يقلش عنه. النهارده عماد النحاس نازل بتشكيله الى حد ما متحفظه، حاطط فيها اكرم ومروان عطيه في نص الملعب. جراديشار النهارده نازل مش شايف. جراديشار اصلا بدايه السبب في الجول اللي جه في الاهلي كان بدايه من جراديشار، الكره اللي رايحه ما عرفش يعمل عليها محطه وما عرفش يستقبلها، ردت من لعيبه البنك الاهلي راحت مرتده على النادي الاهلي وجي منها الجول. فجراديشار النهارده ضيع كور سهله جدا، فبالتالي كان لازم ان هو يتغير في بدايه الشوط الثاني. وبرافو عليك يا عماد النحاس، الدقيقه 45 بدايه ما نزلنا الشوط الثاني على طول غير جراديشار ونزل وسام ابو علي، البطل الفدائي وسام ابو علي نزل النهارده مباشره بعد في بدايه الشوط الثاني. حتى بعد كده بدل الدقيقه 62 نزل السوليه وقفشه. وبصراحه برافو عليك والله العظيم، برافو عليك يا عماد يا نحاس، ان هو ينزل لعيب هجومي زي السوليه، لعيب بيعرف يمسك كوره، لعيب بيتصرف صح، وشفنا الفرق اللي عمله. كذلك قفشه ان هو ينزل في الدقيقه 62 والتبديل يحصل بدري كده ويطلع اشرف بن شرقي. برافو اشرف بن شرقي، كنت راجل مفيش مشكله، طلعت البدر عندك وقع شويه هترجع، برافو عليك. لكن نزل قفشه ونزل عمرو السوليه وطلع اكرم توفيق كلاعب مدافع، ونزل 2 يعتبر نص ملعب مهاجمين او لعيبه 8. برافو عليك يا عماد النحاس، والله النهارده عملت اللي عليك. بعد كده نزل حسين الشحات في الدقيقه 77 مكان طاهر محمد طاهر، وبرافو يا حسين، برافو حسين. اديله 3-4 شهور متسقع على الدكه، مستواه نازل، لكن النهارده كان راجل، واللعيبه كان عندها رغبه في الفوز، وده كان باين جدا من لعيبه الاهلي. برافو عليك والله العظيم يا لعيبه الاهلي، برافو عليكم، النهارده كنتوا رجاله. وده كانت الرساله الثانيه لعماد النحاس. الرساله الثالثه كانت للاعيبه الاهلي، وهي ان هي تضغط على حكم المباراه عشان يديها حقها. ودينا شفنا الحكم النهارده في ضربتين جزاء للاهلي، واحده منهم لحسين الشحات والثانيه لقفشه، ما حسبش ولا واحده فيهم، مش عايز حتى يرجع للفار. فانا والله لعيبه الاهلي حاولت ان هي تضغط على الحكم النهارده، ودول ال3 رسائل اللي انا اتكلمت فيهم، وقلت خدوا بالكم من حكم مباراه بيراميدز اللي لغى جول لبتروجيت، هنرجع ونشوفه. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هنقول مبروك للاعيبه النادي الاهلي، هنقول لهم مبروك على الدوري عشان انتوا رجاله وابطال، والدوري بيروح للابطال. النهارده كان في رغبه من الدقيقه الاولى باين على لعيبه الاهلي ان هي عايزه تسجل. الاهلي بدا اول 25 عامل هاي بريس وضاغط على لعيبه البنك الاهلي زي ما انتم شايفين كده، هاي بريس، ضغط عالي، وعمالين يغلطوا ويقطعوا الكوره من الثلث الاول للعيبه البنك الاهلي، عندهم عمال يقطع الكوره. حتى بعد كده بعد الدقيقه 25 بدا يعمل لو بريس، ولول اللومي الوحيد على اللعيبه بداوا يضغطوا من ورا، عملوا لو بريس. حتى عماد النحاس فضل يزعق فيهم ويقول لهم اطلعوا لقدام، لان هو شايف ان في خطوره والبنك الاهلي خطر جدا. وزي ما انتم شايفين قدامكم الاهلي تراجع جدا في الضغط، بعد ما كان بيعمل ميديوم بريس في نص الشوط الاول تراجعوا شويه، بعد كده رجعوا تاني للميديوم بريس. بدايه الشوط الثاني زي ما انتم شايفين قدامكم النادي الاهلي بدا تاني يضغط من قدام، يعمل هاي بريس، وده مجهود بدني جبار. قعد حوالي ربع ساعه في الشوط الثاني عامل هاي بريس على لعيبه البنك الاهلي. لكن برافو عليكم والله، اللعيبه كلها دايسه بنزيم. امام عاشور راجل امام عاشور، هدف النهارده لامام عاشور صاروخ يا راجل، صاروخ يجب ما بعده، يجب الكورتين اللي شاطهم في السماء بعدها. عمرو السوليه نزل برضو تسديده من بعد نص الملعب بشويه، برافو عليك يا سوليه والله، وبرافو على عماد النحاس ان هو نزلك. حتى للدقيقه 95 وهو منزل او 92 وهو منزل علي معلول، برافو عليك يا عماد النحاس. هو عايز اي حد عنده اي حل ممكن يديه، لان هو شايف الاهلي رايح للجون لحد اخر ثانيه في الماتش، رايحين واللعيبه عايزه تسجل وعندها الرغبه ان هي تكسب النهارده، وده واضح جدا. بيرتدوا 10 لعيبه، بيرتدوا وكلهم بيرتدوا تاني عشان خاطر يهاجموا، بيرتدوا يدافعوا عشان ما يجيش فيهم جون في اخر دقيقه، وبيرتدوا كلهم تاني عشان خاطر يهاجموا. والله العظيم برافو عليكم لعيبه الاهلي النهارده، شابوه، وتستاهلوا سقفه، وتستاهلوا يتقالوا عليكم رجاله، وتستاهلوا تلبسوا تيشيرت النادي الاهلي.
طبعا النهارده الضغط ايجابي من كل اللعيبه. يعني ايه ضغط ايجابي؟ زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ان انا بقفل زاويه التمرير على اللعيب اللي المدرب طالبه مني، سواء هقفل على الاطراف او هقفل عليه ان هو يباصي في نص الملعب. زي ما انتم شايفين كده، حتى اشرف بن شرقي اللي ما كانش بيدافع خالص بيعمل ضغط ايجابي على لعيبه البنك الاهلي، مش قادرين ان هم يطلعوا في الكوره. فالنهارده بصراحه برافو، شافوه لعيبه الاهلي، شافوه لعيبه الاهلي، برافو عليكم. العش النهارده، يعني انا مش عايز انتقد كتير، انا النهارده جاي احتفل مش بالدوري، برجوله لعيبه النادي الاهلي. انا النهارده بس جاي احتفل برجوله لعيبه النادي الاهلي والله العظيم. بس يعني العش طبعا كان اسوأ لعيب في الملعب، قرارات كلها غلط، باصات كتيره جدا غلط، اخطاء ورا عند في خط ال 18 في 18 الاهلي كانت تتسبب في هدف. فيعني الحمد لله ان هي عدت على خير، عشان خاطر ربنا شايف ان لعيبه الاهلي مجتهده، وان جمهور الاهلي رايح وعمال يساند من اول دقيقه لاخر دقيقه، عندهم ثقه في لاعيبتهم وعندهم ثقه في التيشيرت اللي هو هيفضل كابوس لبيراميدز وكابوس للزمالك وكابوس لكل المنافقين. وبرافو عليكم لعيبه الاهلي. والنهارده ماتش تستحقوا تفوزوا فيه والله العظيم. من الشوط الثاني وانا بقول الاهلي يستحق يفوز، لما لقيتهم مكملين، لما لقيتهم كلهم دايسين بنزين وعايزين يجيبوا جون. وبرافو عليك يا وسام. ايه العظمه دي يا وسام؟ ايه يا وسام العظمه دي يا وسام؟ تمركز عالمي، فينيشر عالمي، اقسم بالله لعيب عالمي يا وسام. برافو عليكم لعيبه الاهلي. واتمنى ان شاء الله ان احنا نتقابل الماتش الجاي، يمكن نحتفل كلنا باذن الله. انا متاكد مليون في الميه ان احنا الماتش الجاي هنتقابل وهنحتفل بالدوري باذن الله. اعمل لايك عشان جمهور الاهلي رجاله، واعملوا سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في غزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.